العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 132 مواطن بفيروس كورونا اليوم وأمس. بناء وتوسعة طريق شامبوكو بارنتو. إبادة الجراد في فورتو ساوا. الفرقاء الليبيون يجتمعون في جنيف لاختيار قادة المرحلة الانتقالية القادمة. إيران تطالب الأوروبيين التوسط لدى واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي. ومحادثات تشكيل الحكومة الإيطالية تتعثر بسبب قضايا سياسية. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت يومي الأول والثاني من فبراير في مراكز العزل في الإقليمين الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 132 مواطن بفيروس كورونا، وكانت 46 من الإصابات في مراكز العزل في الإقليم الأوسط، و86 في الإقليم الجنوبي، و51 منها في مدينة مندفرة، و16 في صنعافة، و7 في عد قيح، و3 في عبل، و3 في ميدما، و3 في عدخالة، و2 في طرونا، و1 في ماي منه. في غضون ذلك شفي 63 مريض كورونا، 58 منهم في الإقليم الأوسط و5 في الإقليم الجنوبي. وبهذا وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 2267 إصابة، شفي منهم 1657، ووفاة 7 مرضى كورونا. ولا يزال 603 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 2 من فبراير 2021. تجري أعمال بناء وتوسعة طريق شامبوكو بارنتو بوسيلة متطورة كجزء من طريق مندفرة بارنتو الاستراتيجي، وقد تم تخصيص المعدات والقدرات البشرية للطريق الجاري تشييدها بتنسيق شركة بدهو للإنشاءات العامة ومشروع الدهالو. أوضح المهندس طعمي عندي المشرف على العمل أن أعمال البناء جارية حاليا من بشوكا وحتى بارنتو، وتشكل تقصير الطريق الملتوي ب10 كيلومترات وتوسعته ب20 متر. من جانبه أوضح مسؤول العمل في الموقع المهندس استيفانوس تسفاغابر أن القدرات البشرية والمعدات الحديثة ساعد في إسراع العمل، معربا عن ثقته لإنجازه في أقصر وقت لدوره الاقتصادي والاجتماعي. وكان طريق بارنتو شامبوكو يعيق سير حركة المرور لخرابه، ومطالب القرى التي يمر بها باستمرار لصيانته. أفاد مراسل وكالة إيرينا إبادة إسراب الجراد الذي ظهر في أدرسر في مديرية فورتو ساوا في إقليم الكاشباركا بالحملة السريعة التي اتخذت لرش المبيدات. وقد تم السيطرة على إسراب الجراد الذي حط على الأشجار في ضفاف الوادي بتعاون أعضاء وحدات حرس الحدود وخبراء الزراعة والإدارة، وذلك قبل انتقاله إلى أماكن أخرى. وأشادت الجهات المشاركة في المهمة بالتنسيق الجيد لإبادة الجراد الذي ظهر مرتين منذ نهاية عام 2020. قال أصحاب البساتين في مهميمة في مديرية قرورة أن أنشطتهم الزراعية تحقق نتائج مرضية. وأوضح المزارعون أنهم كانوا يزاولون الرعي والترحال مع مواشيهم، ودخلوا النشاط الزراعي بدعم وتشجيع من المهنيين الزراعيين، والذي ساعدهم للاستقرار وتغيير حياتهم إيجابا. وذكر المزارعون بأن الدعم بالشتول والأدوات الزراعية من وزارة الزراعة شجع كثيرا للتوسع الزراعي، ويسعون لإدخال نباتات جديدة، داعيين برنامج الادخار والقروض المصغرة للاهتمام لإنجاح نشاطاتهم لتنمية المياه الجوفية.
وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد آدم صالح أن المزارعين ينمون الخضروات والفواكه في وادي فلكت وأصبحوا نموذجا يتحذى به. من جانبه أكد مدير مديرية قرورة السيد إدريس صالح تقديم الدعم اللازم للمزارعين لسد متطلبات المنطقة، داعيا الآخرين لاتباعهم. يقوم سكان مناطق بدة وقلعلو وإنجل في مديرية قلعلو بتسيير أنشطة نفير واسعة وفعالة تمثلت في حفظ المياه والتربة لتعزيز التنمية الزراعية وبناء مدرجات وإنشاء قنوات لتحويل السيول إلى مزارعهم. وأوضح مدراء تلك الضواحي بأن المهام الجارية تشتمل على أنشطة إثراء المياه الجوفية لضمان مصادر مياه الشرب والسقي وتحويل السيول التي كانت تخلق المشاكل للقرى والأراضي الزراعية، وبناء حواجز مائية في كل من قلعلو وبدة، وصيانة الطرق المنجرفة في منطقة إنجل. كما قام سكان قلعلو بالتعاون مع أعضاء قوات الدفاع بناء قناة تحويلية بطول 200 متر ومترين عرض وبناء مجرى تحويلي للتقليل من الأضرار التي كانت تسببها السيول في وادي أيرومالي بطول 180 متر حسب ما أفاد به مراسل وكالة إيرنا. وأشادوا مدراء الضواحي بالمشاركة الفعالة للمواطنين وخاصة المشاركة النسوية، مطالبين تقديم الدعم الآلي لتعزيز أنشطتهم الجارية لمفاداة الدمار التي يمكن تسببها سيول وادي إيرومالي لمنطقة أنجل. صرح سكان منطقة بالعبوي في مديرية وسط دانكالي أقليم جنوب البحر الأحمر بأنهم يقومون بتقديم رعاية لازمة لمشروع مياه الشرب الصالحة المشيد حديثا في منطقتهم ليقدم خدمات جيدة. وذكروا بأنهم كانوا يجبرون لقطع مسافات طويلة بحثا عن مياه الشرب، وكان يخلق ذلك تأثيرا سلبا على صحتهم وأنشطتهم اليومية، لكن تلك المشاكل انتفت مع تدشين المشروع الجديد ليعيشوا حياة مستقرة. وأضافوا بأن الرعاية اللازمة والإدارة الرشيدة تسهم في تقديم المشروع خدمات أطول. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ترعى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية مفاوضات بين الفرقاء الليبيين لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي ستعهد إليه عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا إلى حين تنظيم الانتخابات مع حلول ديسمبر القادم. ويشارك في هذه المشاورات التي تتوصل لمدة 5 أيام 75 مندوبا من كل الأطياف السياسية الليبية، ويتعين على هؤلاء اختيار قادة العملية الانتقالية من بين 45 شخصية كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي. وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها 75 مندوبا ليبيا من كافة الأطراف، ويتعين عليهم اختيار هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون على تشكيل مجلس الرئاسة الذي سيستألف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء يعاونه نائبان. وينبقي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى انتخابات 24 من ديسمبر. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وجاء في تصريحات أدلى بها ظريف لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية إنه يمكن أن تكون هناك آلية أما لعودة متزامنة للبلدين إلى اتفاق نووي وإما تنسيق ما يمكن القيام به. واقترح ظريف أن يحدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران. ويرمي الاتفاق الذي أبرم في فيينا بين طهران والدول الكبرى وبوساطة من الاتحاد الأوروبي إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيودا صارمة على برنامجها النووي، ويحصر طابع بالمدني والسلمي. في المقابل، رفع المجتمع الدولي كل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية. وتعهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة مجددا إلى الاتفاق شرط أن تعود طهران للتقييد التام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، والتي بدأت تتحرر منها شيئا فشيئا ردا على الموقف الأمريكي. قالت مصادر سياسية إن المحادثات التي تهدف إلى إحياء الائتلاف الحاكم المنهار في إيطاليا وصلت لطريق مسدود بسبب قضايا سياسية حتى قبل إجراء أي نقاش بشأن من يجب أن يتولى رئاسة الحكومة. واضطر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستقالة الأسبوع الماضي عندما انسحب حزب إيطاليا من الائتلاف الحكومي الذي تم تشكيله قبل 17 شهرا بسبب أسلوب معالجته لجائحة فيروس كورونا، وما تلا ذلك من انهيار اقتصادي. ويقود رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو جهود الوساطة بين أحزاب الائتلاف. وتقول مصادر سياسية أن حزب إيطاليا الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق ماتيو ريتينسي يريد إجراء تعديل وزاري كبير، بما في ذلك إقالة وزير الاقتصاد روبرتو جولتيري، وهو شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي، للإشارة إلى انفصال واضح عن الماضي. والخبر الأخير في هذه النشرة: توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة أنتجتها مهندسون أتراك. جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس التركي عبر حسابه بتويتر مرفقة بفيديو له داخل الحافلة وتصريحات صحفية عقب التعريف بها. وفي تصريحات عقب التعريف بالحافلة قال أردوغان: واثق أن بلادنا وعلامتنا التجارية بهذا القطاع ستعرف للعالم مع بدء الشركات المنتجة للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة بالإنتاج المتسلسل. جدير بالذكر أن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة أنتجتها شركة كارسان التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي. ختام النشرة، إلى اللقاء.